هو ازاي اسم عمر افندي وصاحبه يهودي؟ وهل فعلا كان جاسوس لاسرائيل؟ وايه علاقة عبد الناصر وانقلاب 52 بانهيار عمر افندي؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. انا محمد حرفوش ودي قناة في الدولاب. الحلقة دي بالذات مثيرة جدا، حلقة سياسية اقتصادية من الدرجة الاولى، ربنا يستر علينا. حضر الشاي بتاعك واستمتع معايا بالخمس دقايق دول. في سنة 1856 كانت مصر محطة مهمة جدا للمستثمرين والتجار من كل أنحاء العالم، طليان وروس ويونانيين وكل حاجة. ما بين التجار دي واحد يهودي اسمه أورس ديباك فتح محل لبيع السجاد العجمي في شارع الصاغة في الحسين، وكان بيشتغل عنده واحد مواطن مصري غلبان اسمه عمر. المحل اشتغل والمشروع نجح والناس حبت عمر بطريقة كبيرة ولقبوه بالأفندي بسبب لبسه الأفرنجي، بنطلون وجاكيتة وطربوش الأفندية. طبت المكان ارتباط كبير جدا بس عمر أفندي. عمر موجود المحل يشتغل، عمر مش موجود المحل ما يشتغلش. فلاحظ صاحب المحل أورس ديباك الموضوع ده. حبيبي عمر، انا عارض عليك صفقة مش طبيعية، تشاركني بالاسم حبيبي؟ طبعا عمك عمر مات من الفرح، واتفقوا على اسم المحل الجديد في شارع عبد العزيز، وكان ده اول فرع ليهم، عمر افندي، اللي هتنتشر بعد كده وهتوصل ل70 فرع لسنة 1900. اصل كان الموضوع بتاع المول ده جديد على المصريين، انك تلاقي كل حاجة في مكان واحد، ده موضوع ثورة على المصريين، وكانت حاجة غريبة جدا انك تلاقي كل الحاجة في مكان واحد. تواصل عمر افندي في السيطرة الكاملة والهيمنة على السوق المصري لمدة 70 سنة متواصلين. لحد هنا وجميل. بعد انقلاب الجيش على الملك وتخبط الوضع السياسي، خد عبد الناصر اخطر قرار اللي قضى بيه على المستثمرين العرب والاجانب. من الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. ومن بين ضحايا التأميم شركة عمر افندي اللي بقت شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين الشركة المصرية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للتجارة. برغم القرار ده ظلت برضه شركة عمر افندي متربعة على السوق المصري لقلة منافذ البيع وثقة المستهلكين في شركة عمر افندي. الموضوع استمر على نفس النمط ونفس الوتيرة في عهد عبد الناصر وبعده السادات لحد ما جه عهد حسني مبارك. في عهد حسني مبارك كان الاتجاه الحكومي السائد هو خصخصة الشركات الحكومية، وفي سنة 2005 باعت الحكومة رسميا شركة عمر افندي لرجل الأعمال السعودي جميل القنيط مقابل 560 مليون جنيه مصري. عم الجميل أخذ المؤسسة من هنا وخربها متعمد من هنا، تسريح للموظفين وبيع بأقل من سعر الجملة عشان يحولها لاستثمار عقاري ويبيع الأصول بأرباح كبيرة جدا. قبل ثورة 25 يناير بكام يوم قضت محكمة القضاء الإداري بعودة شركة عمر أفندي رسميا للحكومة المصرية وبطلان تمليكها لرجل الأعمال السعودي جميل القنيط. الحكومة كونت لجنة. اللجنة الفرعية عملت ايه؟ عملت لجنة. اللجنة قالت إن صعب جدا عمر أفندي يرجع يعاد تشغيله من أول وجديد عشان مفيش فلوس، وعشان عمر أفندي يرجع زي الأول محتاجة لا يقل عن 50 مليون جنيه ديون للموردين والمستثمرين وهيصة. وكمان كان في مشاكل بين جميل القنيط والحكومة وفاتحين بعض في المحاكم، اللي انتهت إن الحكومة خدت شركة عمر أفندي لنفسها كده فتوانة، وقالت للمستثمر فلوسك شغلتها وخسرت معايا. قال لك خلاص يا باشا نرجع للخصخصه تاني. قام مجلس الشعب قال لك لا، الخصخصه غلط وما ينفعش وده فساد اداري وما يصحش نعمل كده. وفي اغسطس 2013 قررت محكمه القضاء الاداري ببطلان بيع شركه عمر افندي لاي مستثمر وإعادة تملكها للدولة وإرجاع الموظفين لعملهم من تاني بشكل دوري منتظم. دلوقتي في حوالي 82 فرع بأرقى المناطق في جميع أنحاء الجمهورية بأصول تتخطى المليارات وأرباح لا تتعدى 3 مليون جنيه سنويا بعد خسائر سنين كاملة. برأيك مين المستفيد؟ وهل هنرجع نشوف عمر أفندي زي زمان في وسط المنافسة الشرسة وعصر التسويق الإلكتروني والسيطرة الرأسمالية؟
قول لنا في الكومنتات عن رأيك، هل ممكن دلوقتي في العصر اللي احنا فيه تشتري منتجات من عمر افندي ولا لا؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه شير وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تدعمنا على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. واحنا دلوقتي في جاب كبيره بين السيزون الشتوي والسيزون الصيفي، انتظرونا في حلقات ناريه كبيره جدا من اول اسبوع اللي جاي. سلام.